في نواب داخلين عليهم احكام واتهامات وقضايا مخله ودخلوا عادي. احنا عندنا واحد بس عادي يعني. معرفش، مش عايزاه. في شيوخ افاضل، ممكن اتصل بفضيله الشيخ فلان الفلاني اقول له محتاجه استضيف حضرتك في كذا، يقول لي طب انا هستاذن حضرتك بس تحطي الطرحه، وبحترم ده، هو عايز كده، هو رايه كده، هو حر. انا حضرتك انا كمان بحترم ده. هو انا لو جه شيخ الازهر او عالم دين قال لي بعد اذن حضرتك ممكن تغطي شعرك، هقول له والله يا عم الشيخ انا ما بغطيش شعري لان انا مش محجب، انا مش هغطي شعري عشان قدامك، انا مش هخاف منك انت. يا سما انت في حاجات تانية كتير محتاجه تغطيها يا سما. لا ما تقلقش، انا هلبس فورمال. على ليه بتمشي وراهم؟ بتمشي وراه في مصر ليه؟ بتمشي في الشارع وراه ظل راجل ولا ظل حيطه بقى؟ ليه رجاله في مصر ما بيكسفوا يعملوا اختبار بتاع بروستاتا؟ لا، هم الرجاله في مصر بيتكسفوا يعملوا كل حاجه. ازاي؟ زي ايه؟ يعني ما يجي ليله الدخله، يعني كتير من الرجاله الايام دي بيخاف من ليله الدخله، يعني بيفضل ان هو يستعمل فياجرا والحاجات دي، مع انه هو يعني بيناموا يعني. شيوخ. حرام عليك، موز ايه بس مش شيوخ؟ دقن وحاجات. لا بس مش موز. انا بسالك، ياما في بنات بتحب كده. بتحب الدقن؟ ده حتى تشوك في البوق. في ناعمين. مفيش ناعمين، كله خشن. انت جربت ولا؟ شكلهم بيجري كده. انا جربت.